السلام عليكم البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفة البسبوسة بالسميد. تجي بزاف هايلة وبزاف بنينة، توالم لسهرات رمضان، المناسبات. تجي حاجة بريزونطابل وما فيهاش حوايج بزاف، يعني نقدروا نديروها الحوايج كامل عندنا في الدار. نبداو على الاول بالشربات، نحضروها هي الاولى باه نخليوها تبرد. درت 2 كيسان تاع السكر العادي، زدت لهم 4 كيسان تاع الماء، ومن بعد حطيتهم فوق النار جيست ما بداو يغليو، حسبت لهم 10 دقائق. بعدها نطفي عليه ونخليه بجهة، نحضروه هو الاول باه يبرد. هنا كنت حطيت 4 تاع البيض مع قرصة تاع الملح، كاس تاع السكر، كاس تاع الحليب، وزدت لهم كاس تاع الزيت. خلطت كلش مع بعضه مليح، وزدت لهم مغرفة صغيرة تاع عطر الليمون. تقدري ديري مبشور القارص ولا مبشور البرتقال، انا ما كانش عندي درت عطر الليمون. ومن بعد نزيدهم 3 كيسان تاع السميد، يكون متوسط ماشي رطب ماشي خشين، سميد متوسط 3 كيسان. و2 باكيات تاع خميرة الحلوى، غربلتهم هنايا وخلط مليح. من بعد نخلي الخليط هذا يريح قيس 10 دقائق هكاك. دوكا تشوفوا كيفاه يكون وكيفاه يولي. الاول يكون يبان شويه خفيف، بعد ما نخليوه يرتاح راح يثقل البنات. والسر في نجاح البسبوسه هو انكم تخليوها ترتاح، خليوها المينيموم 5 دقائق. شوفوا هنايا كيفاه ولا الخليط، شوفوا البنات. بعدها جبت المول هذاك، كنت دهنته بالزيت ورشيته بالسميد، فرغته فيها. هنايا القياس تاع المول هذا عندي 24 على 30، تجيكم سواسوة 4 بيضات يجيكم سواسوة في المول هذا. هنا جيست ما تخرجيها من الفور وهي سخونة، نسقيوها بالسيرو اللي يكون بارد، نسقيوها به كامل، ومن بعد نخليوها تريح المينيموم 2 سوايع. سينو ديريها الصباح وخليها العشية. بتشرب مليح. وهنايا شوفوا البنات كيفاه جات تشهي ما شاء الله، جات عالية طيبة مليح من تحت من الفوق معسلة. شهيتكم في الجنة. ما بقالي غير نقولكم صحة فطوركم، تهلاو في رواحكم، السلام عليكم.